السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي علمي، يا رب تكونوا بخير عام وأزهر على مستوى أنحاء الجمهورية. بعد الفيديو اللي احنا عملناه للاستاتيكا وريفيوهاتكم الجامدة جدا جدا جدا، قررنا إن شاء الله نعمل فيديو واحد هنلم بيه الفراغية بالكامل. عندك كم درس يا بطل؟ عندك 4 دروس. هبدأ معاك بأول درس، المستقيمات والمستويات في الفراغ. تمام. أصغر وحدة بنائية اللي هي النقطة. أصغر وحدة بنائية اللي هي النقطة. حلو. طيب مجموعة نقاط هتديني مستقيم، مجموعة خطوط مستقيمة، مجموعة خطوط مستقيمة، مجموعة خطوط مستقيمة هتديني مستوى. المستوى ده ممكن يكون مستوى رأسي وممكن يكون مستوى أفقي. تمام؟ معلومة مهمة دي. لو أنا عندي نقطة واحدة، عدد المستقيمات اللي هتمر بيها كام؟ عدد المستقيمات اللي هتمر بيها يا بطل عدد لا نهائي. طيب ماشي. لو أنا عندي نقطة واحدة، عدد المستويات اللي هتمر بيها عدد لا نهائي. طيب ماشي. لو أنا عندي نقطتين، عدد المستقيمات اللي هتمر بيها مستقيم واحد، عدد المستويات اللي هتمر بيها عدد لا نهائي. بالمناسبة وبعيد وبكرر، في الديسكريبشن هتلاقي يا بطل، في الديسكريبشن هتلاقي درايف عليه الPDF بتاع الكلام ده كله، هتنزله مجانا. والكلام ده احنا عملناه برضو مع زميلكم فين في الاستاتيكا. طيب ماشي. انت عندك برضو في الديسكريبشن قناة واتساب لكل طلبة تانية ثانوي على مستوى انحاء الجمهورية. طيب ماشي. بس بالمناسبة عشان في ناس كانت قالت يا مستر احنا عايزين مذكرة، المذكرة يا حبيبي موجودة في الدرايف، نزلها، هتخليها على التابلت بتاعك، هتخليها على الموبايل بتاعك، هتنزل مجانا، عايز تطبعها براحتك. طيب ماشي. هبدأ بأول حاجة عندي اللي هو ايه؟ بعد شوية الملاحظات اللي قلناهم دول، الأوضاع النسبية. أنا بتكلم على مين؟ قلت إن عندي مستوى رأسي وعندي مستوى أفقي. المستوى ده إزاي أعينه؟ هتكلم على طرق تعيين المستوى. طرق تعيين المستوى عندي كم طريقة؟ عندي 4 طرق. واحد اللي هي إيه؟ نقطة ونقطة ونقطة. تمام كده؟ أول طريقة بعين بها المستوى 3 نقاط ليست على استقامة واحدة. هكتب كده 3 نقاط ليست على استقامة واحدة. تمام كده. 3 نقاط ليست على استقامة واحدة هتعين مستوى واحد. طب لو 3 نقاط على استقامة واحدة هتعين عدد لا نهائي من المستويات. رقم 2 مستقيم ونقطة لا تنتمي إليه. مستقيم، ماشي يا صاحبي؟ مستقيم ونقطة أهي لا تنتمي إليه. تمام يا صاحبي؟ طيب ماشي. رقم 3 مستقيمان متقاطعان، دول هيعينوا مستوى. مستقيمان متقاطعان. حلو. رقم 4 مستقيمان متوازيان. طيب تمام. ازاي اعين مستوى ب4 طرق؟ ادخل على اللي بعديها. بص يا صاحبي، هتكلم على الاوضاع النسبيه. الاوضاع النسبيه لمستقيمين في الفراغ. مستقيمين فين؟ في الفراغ. ركز معايا كده. الاوضاع النسبيه هو اللي احنا عايشين فيه ده اسمه ايه؟ فراغ. الاوضاع النسبيه لمستقيمين في الفراغ. طب عندي كم وضع؟ عندي 3 اوضاع. اديني يا احمد القلم اللي عندك ده، قلم واحد بس. ماشي. اول حاجه هتكلم عنها الاوضاع النسبيه لمستقيمين في الفراغ. اول حاجه هتكلم على مين؟ المستقيمان متوازيان بشكل رأسي أو المستقيمان متوازيان بشكل أفقي. أول وضع بين مستقيمين أهم. أدي المستقيم الأول اسمه لام 1 وأدي المستقيم الثاني اسمه لام 2. المستقيمان متوازيان، والمستقيمان المتوازيان يجمعهما مستوى واحد. رقم 2 هتكلم على مين؟ المستقيمان مالهم في الحالة دي؟ المستقيمان متقاطعان. هذا المستقيمان ايه؟ متقاطعان، برضو يجمعهما مستوى واحد. رقم 3 المستقيمان
هي الرسمة بتاعتها هتكون صعبة شوية بس هتحاول تتخيلها معايا. المستقيمان المتخالفان. المستقيمان المتخالفان. ركز معايا صديقي. المستقيمان المتخالفان هتخيل ان انا عندي ايه؟ عندي واحد راكب عربيته ومعدي من تحت الكوبري وواحد راكب عربيته ومعدي من فوق الكوبري. تمام كده؟ المستقيمان دول ينفع يكونوا متوازيين؟ لا. ينفع يكونوا متقاطعين؟ لا. يجمعهما مستوى واحد؟ لا. يبقى المستقيمان المتخالفان المثال ده بيذكرني بايه؟ واحد بيعدي بعربيته تحت الكوبري وواحد بيعدي بعربيته فوق الكوبري. يبقى المستقيمان المتخالفان اقول غير متوازيان، غير متقاطعان، لا يجمعهما مستوى واحد، لا يجمعهما مستوى واحد. طيب ماشي، ده الأوضاع النسبية بين مستقيمين في الفراغ. أدخل بعد كده على مين يا صاحبي؟ الأوضاع النسبية بين مستويين في الفراغ. هتكلم على الأوضاع النسبية بين مستويان فين؟ في الفراغ. أجيب مستويان فين؟ في الفراغ. ماشي. أول حاجة هتكلم على مين؟ أدي المستوى الأول اسمه س والمستوى الثاني اسمه ص. أول حاجة المستويين ممكن يكونوا متوازيين. المستويين بيكونوا إيه؟ متوازيين. أدي مستوى وأدي مستوى، متوازيين بشكل أفقي أو متوازيين بشكل رأسي. يبقى أول حاجة، أول وضع بينهم المستويان يكونان متوازيان. ركز معايا كده، متوازيان. طيب تمام. رقم 2، لو أنا عندي أدي المستوى الأول أهو وادي المستوى الثاني اهو. المستوى الاول اسمه س والمستوى الثاني اسمه ص. واضح ان المستويين دول يتقاطعان في مستقيم، يبقى المستويين متقاطعان. ماشي، يعني تقاطعوا في المستقيم، مش يتقاطعوا في قطعه مستقيمه، لا، المستويين يتقاطعوا في خط مستقيم. يبقى المستوى اللي اسمه س تقاطع مع المستوى اللي اسمه ص، تقاطع في المستقيم اللي اسمه لام. المستقيم اللي اسمه ايه؟ لام. رقم 3 هتكلم عليها. قال لي اول ما يبقى المستوى الاول اللي اسمه س والمستوى الثاني اللي اسمه ص، المستويين هما الاثنين فوق بعض، المستويين هما الاثنين على بعض، المستويان منطبقان. المستوى الاول والمستوى الثاني متطابقين، يعني هما الاثنين قد بعض. امتى المستويين يكونوا منطبقان؟ عندما تكون لهما نفس الاطوال ولهم نفس اطوال الاضلاع ولهم نفس قياسات الزوايا. يبقى احنا خدنا جزئين، الاوضاع النسبيه بين مستقيمين والاوضاع النسبيه بين مستويين. هدخل بقى على الحته اللي بعديها اللي هي ايه يا صديقي؟ ركز معايا بس كده. الاوضاع النسبيه بين مستقيم ومستوى. بين مستقيم وايه؟ ومستوى. ركز معايا صح. الاوضاع النسبيه بين مستقيم ومستوى. اول حاجه عندي ايه بقى؟ عندي ادي المستوى اللي اسمه س وادي المستقيم اللي اسمه لام. المستقيم لام يوازي المستوى. يبقى ادي عندي مستقيم اهو وادي المستوى، المستقيم بيوازي المستوى، المستقيم بيوازي ايه؟ المستوى. تمام كده. رقم 2 عندي ادي مستوى وده مستقيم اسمه لام قطع المستوى. قطع مين؟ المستوى. المستقيم قاطع للمستوى. وعندما المستقيم يتقاطع مع المستوى قال يتقاطع معاه في نقطة، سميت النقطة دي نقطة ألف. يبقى أول علاقة أو أول وضع بين مستقيم ومستوى، المستقيم بيوازي المستوى. تمام. رقم 2 المستقيم عندما يقطع المستوى في نقطة. يقطع المستوى فين؟ في نقطة. رقم 3 الوضع الثالث يا صديقي، أنا عندي هنا مستوى اسمه س وعندي مستقيم اسمه لام. المستقيم محتوى داخل المستوى. المستقيم اهو محتوى داخل المستوى. محتوى داخل مين يا صاحبي؟ داخل المستوى. وشخبط على الكلام، يعني المستقيم يقع بتمامه داخل المستوى. فالمستقيم والمستوى
مستوى يتقاطعوا فين؟ يتقاطعوا في المستقيم اللي اسمه لام. في المستقيم اللي اسمه ايه يا صاحبي؟ في المستقيم اللي اسمه لام. كده يعتبر انا عملت شرح تلخيصي للدرس الاول. كده هندخل على الدرس الثاني اسمه ايه يا صاحبي؟ الدرس الثاني اسمه الهرم. طيب ماشي. اول ما اتكلم على الهرم هيجي في دماغي مين؟ زي هرم خوفو، خفرع، منقورع. طب تمام، عايزين مجسم للهرم. انا كنت عامل مجسمين نسيت اجيبهم، بس برضه هنتصرف يعني. ماشي يا صاحبي؟ هنجيب هنا ايه؟ عندي المجسمات بتاعتي. ماشي، هات الهرم بتاعي يا صاحبي اهو. هات الهرم بتاعي. خدنا مثلا هرم ايه؟ في هرم ثلاثي زي الهرم ده اهو. خلاص كده اهو. الهرم ده ركز معايا، الهرم ده القاعده بتاعته واخده شكل مثلث. مش كده وبس، ادخل على الحته اللي بعديها دي. هدخل على الحته اللي بعديها يا صاحبي. عندي ايه هنا؟ هات لي الهرم الثاني ده اهو. هرم حلو جميل. طيب ماشي تمام كده. طيب ماشي. طيب خد الهرم ده كده، كبره كده، ركز معايا. طيب ماشي. بص يا صاحبي، انا هعمل ايه بقى؟ جبنا مجسمين. ده هرم، القاعده بتاعته يا صاحبي، القاعده بتاعته اهي واخده شكل مثلث، فده اسمه هرم ثلاثي. هنا القاعده بتاعتي واخده شكل رباعي، فهسميه هرم رباعي. يعني الهرم ده سميته ايه؟ الهرم ده سميته هرم ثلاثي. حلو. ليه سميته هرم ثلاثي يا صاحبي؟ سميته هرم ثلاثي عشان القاعده بتاعته واخده شكل مثلث. الهرم ده سميته ليه؟ سميته ليه يا صاحبي؟ هرم رباعي. ليه سميته هرم رباعي؟ عشان القاعده بتاعته واخده شكل رباعي. يعني الهرم بتاعي بيتسمى على حسب عدد اضلاع القاعده بتاعته. طيب تمام. لو القاعده منتظمه، يعني منتظمه. منتظمه يا صاحبي يعني اول ما اجي اتكلم انا بقول لك ايه؟ لو انا جبت لك هنا ده مربع، ده مربع مربع، اضلاعه كلها متساويه في الطول، زواياه متساويه في القياس، يبقى ده بسميه مضلع منتظم. تمام كده؟ طب هقف عند كلمه مضلع منتظم. جيت عند كلمه مضلع منتظم وقلت ايه هو المضلع المنتظم؟ صاحبي المضلع المنتظم، المضلع المنتظم زي المربع، زي المثلث المتساوي الاضلاع. المضلع المنتظم ليه صفتين. ايه هما الصفتين بتاعته؟ اضلاعه متساويه في الطول، اضلاعه متساويه في الطول. تمام. زواياه متساويه في القياس. زواياه متساويه فين؟ في القياس. اضلاعه متساويه في الطول، زواياه متساويه في القياس. في معلومه صغيره عايز اعرف يعني نون يعني سين. حلو خالص. النون بتمثل ايه يا صاحبي؟ النون دي بتمثل عدد الاضلاع. النون بتمثل عدد الاضلاع. تمام. سين تمثل طول الضلع. سين تمثل يا صاحبي طول الضلع. سين تمثل طول الضلع. ده مضلع منتظم. حلو. اول ما اجي اسالك على محيط المضلع المنتظم، المحيط بتاع المضلع المنتظم اجيبه ازاي؟ اقول طول الضلع في عدد الاضلاع. كده يبقى انا هجيب محيط المضلع المنتظم. عشان اجيب المساحه بتاعت اي مضلع منتظم، مضلع رباعي، مضلع خماسي، مضلع سداسي، مضلع سباعي، عشان اجيب المساحه بتاعته امشي على القاعده دي: نون س تربيع على 4 ظا باي على نون. باي على مين؟ نون. ده قانون بجيب بيه مساحه اي مضلع منتظم. لو القاعده بتاعتي منتظمه يبقى الهرم ده اسمه هرم منتظم. يعني القاعده منتظمه، يعني واخده شكل مربع، واخده شكل خماسي منتظم، واخده شكل سداسي منتظم. لو القاعده منتظمه يبقى الهرم ده اسمه ايه؟ هرم منتظم. لو القاعده مش منتظمه يبقى ده اسمه هرم قائم. اي هرم منتظم ينفع اقول عليه هرم قائم، ولكن ليس اي هرم قائم اقول عليه هرم منتظم. يبقى لو القاعده منتظمه يبقى الهرم ده هرم منتظم. اما لو القاعده مش منتظمه يبقى الهرم ده اسمه هرم قائم. طيب مش ارجع خطوه لورا. ماشي. الهرم اللي قدامي ده عشان اجيب عدد انا بسالك على ثلاث حاجات. عدد الرؤوس. ماشي. هسالك على عدد الاوجه. هسالك على عدد الاحرف. تمام. هنا نفس السؤال. عدد الرؤوس، عدد الاوجه. هسالك على عدد الاحرف.
تمام يا صاحبي. ركز معايا بالله عليك، ركز معايا يا صاحبي. هنا عدد الرؤوس رأس 2 3 4، 4 رؤوس. الله، ده هرم ثلاثي يعني 4 رؤوس. ماشي. عدد الأوجه اللي هي الأوجه كلها، ده وجه جانبي وده وجه جانبي ومن قدام هنا وجه جانبي والقاعدة فيها وجه، يبقى عدد الأوجه كام؟ 4. عدد الأحرف كام؟ في 3 أحرف جانبية وفي 3 أحرف عند القاعدة، يبقى عدد الأحرف كام؟ 6. فهمت هنا؟ اسم الهرم ثلاثي، ازود على اسم واحد يديني عدد الرؤوس، ازود على اسم واحد تديني الاوجه، اضرب الاسم في 2 يديني عدد الاحرف. تعال اختبرها. اسم الهرم ده رباعي، ازود عليه واحد يديني الرؤوس، ازود عليه واحد تديني الاوجه، اضربه في 2 يديني الاحرف. تعال نختبروها. عدد الرؤوس هنا راس 2، ادي راس 2 3 4 5، يبقى عدد الرؤوس 5. عدد الاوجه طبعا ادي وجه 2 3 4 والقاعده كام؟ 5. عدد الاحرف 4 احرف جانبيه و4 احرف في القاعده كام؟ 8. تمام كده. يبقى اي هرم ازود على اسم واحد يديني الرؤوس، ازود على اسم واحد يديني الاوجه، اضربه في 2 يديني الاحرف. تمام كده. طيب ماشي. 5 زائد 5 تديني 10. طب ال8 دي لو زودت عليها 2 تديني كام؟ 10. يبقى معنى كده يا صاحبي انا بقول لك ايه هنا؟ دايما 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 اول ما اجمع الرؤوس والاوجه هيدوني الاحرف، بس لازم ازود على الاحرف 2، يعني عدد الاحرف زائد 2 يديني عدد الرؤوس زائد عدد الاوجه. عدد الاحرف ازود عليها 2 تديني عدد الرؤوس زائد عدد الاوجه، يبقى عدد الرؤوس زائد الاوجه هتديني الاحرف بس ازود عليها 2. عدد الرؤوس زائد عدد الاوجه هتديني الاحرف بس ازود عليها 2. عشان كده يا صاحبي انا بقول لك ايه هنا؟ في عندي ملاحظه مهمه جدا جدا جدا. انا بقول لك لاي هرم عدد الرؤوس زائد عدد الاوجه هتديني عدد الأحرف بس أزود عليها 2. الصيغة دي ده قانون يا صاحبي. القانون ده بسميه إيه؟ القانون ده بسميه صيغة اخترعها مين؟ عمك أويلر. عمك أويلر ده قانون اخترعه عمك أويلر. تمام كده؟ قانون اخترعه عمك أويلر. ماشي يا صاحبي. بص يا صاحبي، احنا عايزين ايه بقى هنا؟ عايزين ماشي، ركز معايا كده. الله، ماشي. امسك الهرم اللي قدام. ماشي، حلو. الهرم اللي قدام يا صاحبي انا بسألك على ايه؟ بيقول لي هنا الهرم ده هو مركز القاعدة، اسمه المركز الهندسي. تعال بقى على جنب هنا في المسودة بتاعتي. لو انا عندي مثلث، بسألك على منتصفه، يعني المركز الهندسي بتاعه. رحت جايب هنا متوسط، ورحت جايب هنا متوسط، ورحت جايب هنا متوسط اهو. المتوسطات الثلاثة اللي عندي ده يا صاحبي تتقاطع جميعا في نقطة واحدة. النقطة دي اسمها ايه بقى؟ نقطة تقاطع متوسطات المثلث، بسميها المركز الهندسي للمثلث. ده اسمه المركز الهندسي للمثلث. يبقى نقطة تقاطع متوسطات المثلث. نقطة تقاطع متوسطات المثلث بسميها ايه يا صاحبي؟ دي بسميها المركز الهندسي للمثلث. تمام كده. يبقى اول ما يكون عندي مثلث عايز مركزه الهندسي نقطة تقاطع متوسطاته. اي شكل تاني شكل رباعي اهو، شكل رباعي، ده قطر وده قطر، القطرين دول هيتقاطعوا في نقطة، النقطة دي اسمها المركز الهندسي. يبقى المركز الهندسي بتاع الشكل الرباعي هو نقطة تقاطع أقطار. ركز بس معايا النقطتين دول. لو أنا عندي مثلث، المركز الهندسي بتاع المثلث هو نقطة تقاطع متوسطاته، لكن المركز الهندسي بتاع الشكل الرباعي، الشكل الخماسي، الشكل السداسي، المركز الهندسي هو نقطة تقاطع أقطاره. نقطة تقاطع يا صاحبي، نقطة تقاطع أقطاره. فأنا جيت هنا بقول لك إيه؟ ده رأس الهرم الرئيسي، ده اسمه حرف جانبي، اسمه حرف جانبي. بالمناسبة الأحرف الجانبية كلها متساوية، الأوجه الجانبية كلها مثلثات متطابقة، يعني زي بعضيها ومتساوية الساقين. تمام كده. أنا جيت هنا صاحبي ورحت منزل إيه؟ عمودي. نزلت عمودي.
ده نزلت عمودي من الرأس على الحرف الجانبي، يبقى ده اسمه ايه يا صاحبي؟ ده اسمه ارتفاع جانبي. تمام كده. وانا جيت هنا رحت منزل عمود، الله، العمود ده واصل بين مين؟ العمود ده يا صاحبي واصل بين مين؟ رأس الهرم والمركز الهندسي، يبقى ده اسمه الارتفاع الرئيسي. الارتفاع الرئيسي وصل دول مع بعض، ده ضلع القاعدة. ضلع القاعدة، تمام، ده اسمه نص طول ضلع القاعدة، نصف ضلع القاعدة، نصف ضلع القاعدة. يعني لو ضلع القاعدة ده 10 يبقى الحتة دي ب5، لو الضلع ده ب20 يبقى الحتة دي ب10. تمام. المثلث ده يا صاحبي مثلث مكون من 3 أضلاع، بس المثلث ده بيكون نازل عمودي، يعني الزاويه دي كام؟ 90، يعني اقدر اطبق نظريتي فيثاغورس. تمام كده. ده الارتفاع الرئيسي وده الارتفاع الجانبي، والحته دي تمثل نص طول ضلع القاعده. هتديني اي ضلعين هطبق نظريه فيثاغورس واجيب لك الضلع الثالث. ده حته مهمه جدا جدا جدا. اول مساله يا صاحبي على المساحه الجانبيه. المساحه الجانبيه، الله، ايه هي المساحه الجانبيه؟ أنا عايز أجيب مساحة الأوجه الجانبية، تمام؟ أجيب مساحة وجه واحد وأروح ضربه في الكل، تمام؟ أو ممكن أعمل حاجة تانية عشان أجيب المساحة الجانبية. في قاعدة همشي عليها، نص محيط القاعدة. نص محيط القاعدة. نص محيط القاعدة فين يا صاحبي؟ في الارتفاع الجانبي. في الارتفاع الجانبي، دي المساحة الجانبية. أول ما أجيب المساحة الكلية، الله، عشان أجيب المساحة الكلية يا صاحبي هعمل إيه؟ عشان أجيب المساحة الكلية هقول المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. زائد مساحة يا صاحبي، زائد مساحة القاعدة. دي اسمها المساحة الكلية، هتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. تمام كده. أول ما أتكلم هنا صاحبي على مين؟ هتكلم على الحجم بتاع الهرم. بص يا صاحبي، حجم الهرم اللي هو الفراغ اللي من جوه ده اهو. عشان اجيب حجم الهرم في قاعده همشي عليها. ايه هي القاعده اللي همشي عليها يا صاحبي؟ تلت مساحه القاعده. تلت مساحه القاعده. تلت مساحه القاعده في الارتفاع الرئيسي. في الارتفاع الرئيسي. طيب تمام. ادخل على حته مهمه خالص اللي هي ايه؟ ركز معايا يا صديقي. انا عملت هنا، جبت لك هرم، اصغر دي شويه بس كده. لو انا هنا جبت لك ايه؟ ماشي، خد هنا بس طلعته كده فوق شويه اهو. بص يا صاحبي، الهرم اللي قدامي ده اهو هرم احرفه الجانبيه واحرف القاعده كلها متساويه، ماشي، مش كده وبس، اوجهه كلها متطابقه. يبقى ده بسميه ايه؟ بسميه الهرم الثلاثي. اسمه الهرم الثلاثي المنتظم الوجوه. الهرم الثلاثي المنتظم الوجوه. تمام. الهرم الثلاثي المنتظم الوجوه ده اهو في عندي ايه بقى؟ عايز اعرف العلاقه بين طول الحرف والارتفاع الرئيسي. اهو يا صاحبي. انا بقول لك 2 لام تربيع بتساوي 3 عين تربيع. دي العلاقه بين طول الحرف والارتفاع الرئيسي. ده اسمه طول الحرف وده اسمه الارتفاع الرئيسي. دي علاقه الارتفاع الرئيسي. اول ما يكون عندي هرم ثلاثي منتظم الوجوه، اوجهه كلها زي بعض، يبقى في علاقه بين طول الحرف اهو والارتفاع الرئيسي. ادي العلاقه دي، ده عايزك تحفظها. هدخل بعد كده صاحبي على مين؟ هدخل على الدرس الثالث. ايه هو الدرس الثالث؟ المخروط الدائري القائم. المخروط الدائري القائم شكله عامل ازاي؟ المخروط الدائري القائم يا صاحبي شكله عامل كده. ادي المخروط الدائري القائم اهو، ماشي، ركز معايا بقى. ده المخروط الدائري القائم. المخروط الدائري القائم هنا مركز الدايره، حلو، ده عمود، ماشي، وصل دول وحط لي زاويه قائمه، ماشي.
اول ما اتكلم على المخروط بقول لك يا صاحبي ده بسميه ايه؟ ده بسميه لام، اللي هو معناه الرسام. ما انا عايز افهم يعني الرسام. ده بسميه الارتفاع الرئيسي، تمام. وده بسميه نق يعني نص القطر، تمام كده. ده مثلث قائم الزاويه في المخروط، اللي هو الطرطور اللي بتلبسه على دماغك، تمام كده صح. انت اديتني 2 اقدر اجيب الثالث من نظريه فيثاغورس، تمام كده. المخروط ده اتكون معاك ازاي؟ اي حد فيكم سواء في معهد ازهري او في مدرسه ثانويه، في عندك عارضه كده بتلعب كوره عليها، شايف الماسوره دي؟ فانا همسك الماسوره بايدي الشمال وبلف حواليها، او بمسك الماسوره بايدي اليمين وبلف حواليها. انا وماسك الماسوره وبلف كده عشان انا واقف هنا، عشان اعمل دايره بعمل ايه؟ بعمل دوره كامله. مقدارها كام الدوره الكامله؟ مقدار الدوره الكامله دي 360 درجه. فانا هنا اروح جايب لك ايه بقى؟ ادي ماسوره اهي، تمام كده. الماسوره دي يا صاحبي ركبنا فيها ايه؟ ركبنا فيها مثلث قائم الزاويه. المثلث القائم الزاويه اهو، المحور بتاعه او احد الحته اللي بيلف حواليها ده ركبناه في الماسوره، فده اسمه المحور. فالمثلث ده عشان يلف ويديني دوره كامله، لف اداني دوره كامله في 360 درجه. النقطه دي لفت دوره كامله عشان ارسم المخروط اللي اخذ الشكل ده. يبقى اول ما يكون عندي مثلث قائم الزاويه، والمثلث القائم الزاويه احد اضلاع الزاويه القائمه على المحور، فالمثلث ده عشان يرسم مخروط عمل دوره كامله قياسها 360 درجه. حلو. انا هنا جبت لك ماسوره، حلو، ورحت مركب لك في الماسوره دي مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين. بص يا صاحبي باجي هنا، ماشي، النقطة دي هنا والنقطة دي هنا، دي هتلف نص دورة ودي قصادها هتلف نص دورة، فدي جت هنا بنص دورة ودي جت هنا بنص دورة. عشان أرسم مخروط أنا المثلث المتساوي الساقين هيلف نص دورة ب 180 درجة، لأن دي طبعا أنا عندي أدي المحور في النص، فأنا عشان النقطة دي تلف نص دورة فاللي قصادها دي هتلف نص دورة، يبقى معنى كده أنا لفيت 180 درجة. لكن المثلث القائم عمل دورة كاملة قياسها 360 درجة، تمام كده. ده كله عشان أرسم المخروط. فهمتك المخروط ده هيترسم ازاي؟ المخروط ده يا صاحبي لو انا عملت له عمليه افراد، فردته، جبت مقص كده وقصيته، الطرطور اللي انت حاطه على دماغك، اول ما فكه ثانيه كده انا هرجع الاولى ثانوي ورحت راسم دايره. الحته اللي رسمتها هنا بعد ما رسمت الدايره، الحته اللي اخدتها دي اسمها ايه؟ ده اسمه قطاع دائري. اسمه قطاع ايه؟ دائري. حلو. القطاع الدائري اللي انا رسمته ده يا صاحبي عملت له هنا، همسح دي بس لحظه كده، مساحه دي كده اهي كده. طيب ماشي، ركز معايا. ده نص قطر كان في الدايره، حلو، وده نص قطر كان في الدايره، جميل، وده القوس، تمام. عايز بس اوضح معلومه صغنطوطه كده. ايه المعلومه الصغنطوطه يا عم احمد؟ ان ده مخروط عباره عن مجسم. انا جبت مقص كده وقصيت المخروط ففردته. يبقى اول ما اعمل عمليه افراد، اول ما اعمل عمليه افراد المخروط ده هيتحول الى قطاع دائري، تمام. اول ما اجي هنا اعمل عمليه طي، تمام كده، هطوي القطاع الدائري هيروح يعطيني مخروط. حلو جدا. تاني، اول ما اجي هنا اقص المخروط ده، قصيته فعملت له عمليه افراد اداني القطاع الدائري. القطاع الدائري اول ما اعمل له عمليه طي هيرجع يديني مين؟ المخروط. ركز معايا، نص القطر اللي في الدايره هيديني الرسام. نص القطر اللي في الدايره هيديني الرسام. القوس اللي في الدايره هيديني محيط القاعده. ركز معايا يا صاحبي كده، نص القطر اللي في الدايره، نص القطر ده هيديني مين؟ الرسام. يبقى اول ما اجي افرد المخروط هيديني قطاع دائري. القطاع الدائري ده اعمل له عمليه طي. اول ما اعمل له عمليه طي خلي بالك نص القطر ده هيديني مين؟ الرسام. والقوس ده هيديني محيط القاعده. يبقى نص القطر ده هيديني مين؟ نص القطر ده هيديني الرسام، والقوس ده هو اللي هيديني محيط، هو اللي هيكون لي الدايره. بالمناسبه القاعده هنا دايره، محيط القاعده كام؟ 2 باي نق او باي في طول القطر. مساحه القاعده باي نق تربيع. فانا هسالك سؤال، اول ما اجي اسالك على المساحه الجانبيه للمخروط اهي، المساحه الجانبيه. اول ما اجي اسالك على المساحه الكليه، حلو. اول ما اجي اسالك على الحجم ده بالنسبه للمخروط، اعمل ايه يا صاحبي؟
هعمل ايه؟ المساحه الجانبيه قاعدتها كام؟ باي نق لام. المساحه الكليه باي نق هنا نق زائد لام. الحجم بقول لك تلت باي نق تربيع ثانيه كده مضروب فين؟ في الارتفاع الرئيسي. تلت باي نق تربيع مضروب في الارتفاع الرئيسي. ده ملخص سريع للمخروط الدائري القائم. ادخل بقى على مين؟ على الدرس الرابع والاخير معانا اللي هو ايه يا صاحبي؟ اللي هو معادله الدايره. تمام التمام. اول ما اتكلم على معادله الدايره هقول يا صاحبي معادله الدايره، اي حد في العالم، اي شخص في العالم متزن ليه ذراع ايمن وذراع ايسر. لا هقدر استغنى عن الذراع الايمن ولا هقدر استغنى عن الذراع الايسر. فمعادله الدايره دي انا عندي عايز ذراع ايمن وعايز ذراع ايسر. الذراع الايمن ده اسمه ايه؟ الذراع الايمن بسميه مركز الدايره اهي، والذراع الايسر بسميه نص القطر. تمام كده؟ طيب انا معايا مركز الدايره ومعايا نص القطر، الاثنين دول هيديني معادله الدايره، ولو معايا معادله الدايره اقدر اطلع منهم المركز ونص القطر. حلو جدا. انا جيت هنا قلت لك المركز بتاعك كام؟ 3 و4 ونص القطر ده بيساوي كام؟ 7. تمام كده. انا اديتك المركز واديتك نص القطر، بقول لك اتفضل كون لي معادله دايره. ماشي. عشان اكون معادله دايره صاحبي انا بعمل ايه بقى؟ هقول س انقص منها الاحداث السيني لكل تربيع زائد صاد انقص منها الاحداث الصادي لكل تربيع هتساوي مربع نق اهي. الله. يبقى انا بعمل ايه بقى عشان اكون معادله الدايره؟ س انقص منها الاحداث السيني لكل تربيع زائد صاد انقص منها الاحداث الصادي لكل تربيع، كل ده هيساوي مربع نق. مربع ايه نق؟ ده بسميها ايه يا صاحبي؟ دي بسميها الصوره الكارتيزيه. دي بسميها الصوره ايه؟ الكارتيزيه. دي بسميها الصوره ايه؟ الكارتيزيه يا صاحبي. دي بسميها الصوره الكارتيزيه. طيب تمام. انا بعد ما اديتك المركز واديتك نق كونت الصوره الكارتيزيه، عايز ارجع في كلام اغير س اغير صاد كده اديتك المركز، اخد الجذر التربيعي ارجع لك نق. خلاص كده. اغير س اغير صاد كده اديتك المركز، اخد الجذر التربيعي كده اديتك نق. حلو. يبقى المركز ونص القطر اداني الصوره الكارتيزيه، ولو اديتني الصوره الكارتيزيه اقدر اجيب منهم المركز ونص القطر. حلو. امسك دي بقى الصوره الكارتيزيه احطها في ابسط صوره. ليه؟ هحطها في ابسط صوره عشان اجيب لك الصوره العامه. العامه. بص يا صاحبي، انا هنا عشان اجيب الصوره العامه عملت ايه؟ حط لي دي في ابسط صوره، يبقى س تربيع افك دي تبقى كام؟ 9. خد الاشاره اللي في النص، الاول في الثاني في الاس تديني اللي في النص. هنا اربع دي تبقى ص تربيع، اربع دي تديني كام؟ 16. خدت الاشاره اللي في النص، الاول في الثاني في الاس يديني اللي في النص. خلي بالك دخل ال 49 جوه يبقى سالب 49 يا صاحبي. تمام كده. انا هعمل ايه بقى هنا؟ حط الس تربيع، اديني حطيت الس تربيع اهي. حط الصاد تربيع، اديني حطيت الصاد تربيع اهي. تمام كده. هات السين وهات الصاد، هات السين وهات الصاد، هات السين هات الصاد. امسك بقى الحد المطلق، موجب 9 موجب 16 يبقى موجب 25. خدت منهم سالب 49 يبقى هتساوي سالب 24. تمام يا صاحبي؟ كده بعد ما انا جبت الصوره الكارتيزيه حطيتها في ابسط صوره، اديتك الصوره العامه. تمام كده. اول ما اديتك الصوره العامه يبقى الصوره الكارتيزيه حطيتها في ابسط صوره، اديتك الصوره العامه. السؤال بقى، انت ساعه ما اديتني الصوره الكارتيزيه قدرت ترجع وتجيب لي المركز وقدرت ترجع وتجيب لي نص القطر. انا بعد ما انا مسكت الصوره الكارتيزيه دي وحطيتها في ابسط صوره، انا هنا عايز اجيب المركز تاني. المركز بتاع الدايره اعمل ايه؟ سهله. معامل س هقسمه على سالب 2، معامل ص اقسمه على سالب 2. طب معامل س على سالب 2 معامل ص على سالب 2، كده انا جبت لك المركز بتاعك اهو. معامل س على سالب 2 ومعامل ص على سالب 2. بعد ما جبت المركز بعده على طول هقدر اجيب نص القطر. يبقى انا بجيب المركز الاول وبعديها اجيب نص القطر. هعمل الجذر التربيعي. تمام. هربع السينات. حاضر. اربع الصادات. حاضر. ناقص الحد المطلق اللي في الصوره العامه. فانا بقول ناقص الناقص هيبقى زائد.
دول على بعضهم 49، جذر ال 49 يبقى كام؟ 7. يبقى 7. عيد الحته دي تاني، عيد الحته دي تالت، عيد الحته دي رابع، هتظبطها. ممكن اخد مثال تاني. يعني انا هنا جبت لك ايه بقى؟ المركز بتاعي مين بتساوي هنا 3 وسالب 4، وهنا نق بتساوي كام يا صاحبي؟ بتساوي 6. تمام كده. فانا بقول لك ايه؟ ركز معايا بقى هنا. اديتك المركز واديتك نص القطر. حلو. اكتب الصورة العامة. هات لي الصورة العامة. في الأول أنا هجيب الصورة الكارتيزية. س أنقص منها الإحداث السيني لكل تربيع. ص أنقص منها الإحداث الصادي لكل تربيع هتساوي مربع نق. دي اسمها إيه بقى؟ دي اسمها الصورة الكارتيزية. طيب دي أنا بقى عايز أحطها في أبسط صورة. احطها في ابسط صوره ليه يا صاحبي؟ عشان اجيب الصوره العامه. جميل. فانا عشان احطها في ابسط صوره هعمل ايه؟ هقول مربع السينات مربع الصادات. خد الاشاره اللي في النص، الاول في الثاني في الاس تبقى كام؟ سالب 6 س. مربع السينات ص تربيع، مربع الصادات تبقى 16. خدت ادي الاشاره في الاول في الثاني في الاس تديني 8 ص. دخل دي من جوه يبقى سالب 36 يا صاحبي بتساوي كام؟ صفر. لو انت ركزت هنزل السين تربيع، لو انا ركزت هنا هنزل الصاد تربيع، هنا انزل معامل السين، هنا انزل معامل الصاد. هات الحد المطلق، موجب 9 وموجب 16 يبقى موجب 25، سالب 36 يبقى سالب 11. تمام كده؟ هنا حطيتها في ابسط صوره، يبقى دي اسمها ايه يا صاحبي؟ دي اسمها الصوره العامه. اسمها الصوره العامه. تمام كده؟ ركز معايا يا صاحبي. فانا بعمل ايه هنا؟ أنا من الصورة العامة دي عايز أجيب المركز. حاضر. عشان أجيب المركز سهلة، معامل س هقسمه على سالب 2، معامل ص على سالب 2. هنا ادتني 3، هنا ادتني سالب 4. كده جبت المركز. بعد ما اجيب المركز هقدر اجيب نص القطر. ازاي هجيب نص القطر؟ الجذر التربيع، اربع السينات بتاعت المركز. ماشي. ربع الصادات بيجي 16 ناقص 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 الحد المطلق، ناقص الحد المطلق ناقص الحد. دول هيدوني كام يا صاحبي؟ 36. جذر 36 6 اللي هو نص القطر. تمام كده؟ في عندي هنا عندي ايه؟ عندي 5 ملاحظات هامين. أنا بقول لك في عندي مركز الدايرة 3 وسالب 4. لا استنى، ده الذراع الأيمن. فين الذراع الأيسر؟ أي دايرة في العالم تديني مركز لازم يكون معاك نق، ولو ما اديتنيش نق هتبقى مديني أي حكاية أجيب منها نق. بمعنى يا صاحبي ركز معايا هنا. فأنا جيت هنا بقول لك إيه؟ لو أنا قلت لك الدايرة دي تمس محور السينات. ماشي. لو الدايرة دي تمس محور الصادات. حلو. لو انا قلت لك الدايره دي تمس محور السينات، افهم ايه؟ يبقى نق بتساوي القيمه المطلقه للصادات. القيمه المطلقه للصادات. لو انا قلت لك الدايره دي تمس محور الصادات، يبقى نق بيساوي القيمه المطلقه للسينات. تمام كده؟ يبقى اول ما تديني دايره وتقول الدايره دي تمس محور السينات، يبقى نق بيساوي القيمه المطلقه للصادات. الدايره دي بتمس الصادات، يبقى نق بتساوي القيمه المطلقه للسينات. انا جيت قلت لك انا عندي مركز الدايره ادي 2 وسالب 2. دي دايره مركزها اهو. الدايره دي تمس المحورين السيني والصادي، يبقى نق بيساوي القيمه المطلقه للسينات او القيمه المطلقه للصادات. في الحالتين بتساوي كام يا صاحبي؟ بتساوي 2. في الحالتين بتساوي 2. في الحالتين بتساوي 2. في الحالتين بتساوي 2. تمام كده؟ طيب ماشي. عندي ملاحظه صغيره. ايه هي الملاحظه الصغيره يا عم احمد؟ دي عشان اقول عليها معادله دايره لازم يكون فيها 3 ملاحظات. لازم يكون معامل السين تربيع ومعامل الصاد تربيع متساويين وكل واحد بيساوي 1. طب لو دي 3 ودي 3 يبقى اقسم المعادله كلها على 3 عشان اخلي المعاملات بتاعتها 1. عشان دي تبقى معادله دايره لازم تبقى معامل السين تربيع ومعامل الصاد تربيع متساويين وكل واحد بيساوي 1. رقم 2، ما ينفعش المعادله دي تحتوي على حد جبري اسمه س ص. ما ينفعش يبقى فيها س ص، ولازم النق يكون اكبر من الصفر. يبقى لو اتحققوا ال3 شروط يبقى دي هتكون معادله ايه؟ دايره. معامل س تربيع ومعامل صاد تربيع متساويين وكل واحد بيساوي 1. ما ينفعش تحتوي على حد جبري اسمه س ص، لازم نق تكون اكبر من الصفر. كده فرمنا ال4 دروس. يلا بينا نحل امتحان على الفراغيه بالكامل. يلا بينا. هنبدا في اول سؤال في الامتحان بتاعنا. عدد المستويات التي تمر ب3 نقاط على استقامه واحده. عدد لا نهائي من المستويات. ادخل يا بطل على اللي بعده.
طول قطر الدايره دي السالب 16 هتروح الناحيه الثانيه تبقى 16. تمام. هاخد الجذر التربيعي تديني نق، اصبح نق. هو مش عايز نق، هو عايز طول القطر، يبقى طول القطر بيساوي 2 نق. يبقى طول القطر بيساوي كام يا صاحبي؟ بيساوي 8. السؤال اللي بعده، إذا كان طول نص قطر قاعدة مخروط دائري بيساوي كام؟ 6. أنا عندي هنا مخروط دائري أهو، مخروط دائري نص القطر يا صاحبي، ركز معايا ركز معايا ركز معايا. نص القطر بكام يا صاحبي؟ قال لي نص القطر ب6 وارتفاعه ب8. طب تمام كده. هنا الرسم بكام؟ ب10. فإن المساحة الجانبية بتساوي باي نق لام. هنا باي في النق اللي هو 6 في لام اللي هو 10 هتديني 60 باي. 60 كام يا صاحبي؟ 60 باي. شخبط على الكلام وادخل على السؤال اللي بعده. محيط الدائرة التي معد، شايف الدائرة دي؟ شايفها. أنا عندي هنا نق بكام؟ هاخد الجذر التربيعي يبقى نق بتساوي كام؟ 7. أنا عشان أجيب محيط الدايرة صاحبي، عشان أجيب محيط الدايرة بتساوي 2 باي نق. 2 في الباي، 2 في الباي في النق اللي هو كام؟ 7. هتديني كام يا صاحبي؟ 14 باي. يبقى محيط الدايره دي كام؟ 14 باي. ماشي يا صاحبي. ادخل بقى على السؤال اللي بعده. بيقول هنا ايه؟ اذا كان حجم هرم رباعي منتظم 48 وارتفاعه الرئيسي 4، فان طول حرف القاعده، خلي بالك معايا، انا عندي هنا حجم الهرم بتساوي كام؟ 48. حجم الهرم بيساوي تلت مساحة القاعدة في الارتفاع الرئيسي هتساوي 48. حلو صاحبي. الارتفاع الرئيسي ده كام؟ شيل دي خالص اهي، شلت الارتفاع الرئيسي وقال لي ان الارتفاع الرئيسي بيساوي كام يا صديقي؟ الارتفاع الرئيسي بيساوي 4. تمام ماشي. الأربعة مقامها 1. اضرب بسط في بسط، 4 في 1 ب4، واضرب مقام في مقام تديني 3. 4 على 3 من مساحة القاعدة. خلي بالك ده هرم ايه؟ هرم منتظم. تمام. يعني قاعدته ده هرم رباعي منتظم، يعني القاعدة منتظمة. رباعي يعني القاعدة واخدة شكل مربع. هتساوي كام يا صاحبي؟ هنا بتساوي 48. أنا عشان أمشي الأربعة على التلاتة دي هضرب في المعكوس. من المعكوس 3 على 4. هنا هضرب في المعكوس 3 على الأربعة. تمام. التلاتة مع التلاتة والأربعة مع الأربعة. أصبحت مساحة القاعدة. مساحة القاعدة بتساوي كام يا صاحبي؟ مساحة القاعدة بتساوي 36. القاعدة واخدة شكل مربع. تمام. اخد الجذر التربيعي هتديني طول الضلع اللي هو كام؟ 6. يبقى طول حرف القاعدة بيساوي كام يا صاحبي؟ طول حرف القاعدة بتساوي 6. السؤال اللي بعده صح. أقل عدد من المستويات التي تحدد مجسما، أقل عدد من المستويات بيساوي كام؟ 4 مستويات. 4 مستويات. أقل عدد من المستويات اللي بتحدد مجسم 4 مستويات، وبتديني هرم ثلاثي. هرم إيه؟ ثلاثي. السؤال اللي بعده. طول قطر الدائرة. الله، استنى يا صاحبي. هنا المعادلة دي عشان تبقى معادلة دايرة لازم السين تربيع معاملها يبقى 1 والصاد تربيع معاملها يبقى 1. هنا قسمت على 4، 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 وهنا 0 قسمت على 4. 4 على 4 أصبحت دي س تربيع. ماشي. 4 على 4 ادتني دي صاد تربيع. 16 على 4 تديني كام؟ 4. 8 على 4 تديني 2. 16 على 4 تديني كام يا صاحبي؟ تديني 4. تمام كده. هنا الله، استنى كده، دي 4 س. ماشي. ركز معايا يا صاحبي كده. هنا عايز اجيب المركز. ماشي. عشان اجيب المركز معامل س هنا على -2 ومعامل ص على -2. معامل س على -2 تديني -2، معامل ص على -2 تديني 1. هنا عشان اجيب نق اعمل ايه يا صاحبي؟ مربع السينات زائد مربع الصادات ناقص الحد المطلق. يبقى نق هيديني جذر التسعة كام؟ 3. أنا عشان أجيب طول القطر يبقى طول القطر بيساوي 6. طول القطر بيساوي كام يا صاحبي؟ 6. السؤال اللي بعده يا صديقي. مخروط دائري قائم طول راسمه كام؟ 17. أنا عندي مخروط دائري قائم أهو. مخروط دائري قائم. تمام يا صاحبي. مخروط دائري قائم طول راسمه كام؟ 17 أهو. طول راسمه 17. ارتفاعه 15. هطبق نظرية فيثاغورس ده هيديني كام؟ 8. فإن طول نص قطر القاعدة أهي، طول نص قطر القاعدة من نظرية فيثاغورس بتساوي كام؟ 8. السؤال اللي بعده يا صديقي بيقول لي هنا إيه؟ هرم رباعي منتظم طول ضلع قاعدته 40. هرم رباعي منتظم. هرم رباعي منتظم أهو.
هرم رباعي منتظم. تمام، ركز معايا يا صاحبي. هرم رباعي منتظم، طول ضلع القاعده كام؟ 40 اهي. طول ضلع القاعده 40، ارتفاعه الجانبي 25. ادي الارتفاع الجانبي اهو. الارتفاع الجانبي كام؟ 25. ماشي. خلي بالك معايا هنا انزل ايه؟ عمودي. ده المركز الهندسي. ده المركز الهندسي. لو انت ركزت معايا يا صاحبي وهتقول ايه هنا؟ طبعا دي 40 يبقى نص القاعده دي كام؟ 20. اطبق نظريه فيثاغورس، اصبح الارتفاع الرئيسي كام؟ 15. انا عشان اجيب الحجم بيساوي كام؟ تلت في مساحه القاعده. ده هرم رباعي منتظم، يعني القاعده واخده شكل مربع. عشان اجيب الحجم بتاعه اقول تلت مساحه القاعده في الارتفاع الرئيسي. فانا بقول تلت. عشان اجيب مساحه القاعده، مش القاعده دي واخده شكل ايه؟ مربع. عشان اجيب مساحتها اقول طول الضلع في نفسه 40 في 40 في الارتفاع الرئيسي. الارتفاع الرئيسي اللي هو كام؟ 15. يبقى انا بقول لك هنا تلت 40 في 40 في 15 هتديني كام يا صاحبي؟ اسحب الآلة الجميله بتاعتي اهي. اظهر وبان عليك الامان. فانا بقول لك يا صديقي هقول تلت. ادي تلت اهو. تلت يا صاحبي في كام؟ في 40 في 40 في 15 ادتني كام؟ 8000. ادتني 8000. ادتني 8000 اهي. 8000 8000 8000 ازاي؟ ثانيه كده. تلت 40 في 40 في 15. لا نعيد تاني. تلت 40 في 40. تلت 40 في 40 في كام؟ في 15. تلت 40 في 40 في 15 ادتني كام؟ 8000. ادتني كام يا صاحبي؟ 8000. يبقى 8000 مش 800. 8000 اهي. 8000 8000. ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا صاحبي هنا بيقول لي معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة دي. أنا عندي دائرة أهي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة كام؟ 3 و4. ركز معايا يا صاحبي كده. هنا أنا عندي المركز. عندي المركز كام؟ 0 و0. أنا بقى عايز أجيب مين؟ نق. نق ده أجيبه عن طريق البعد. أجيب إزاي؟ البعد بين نقطتين خدناها في ثالثة إعدادي. الجذر التربيعي مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. اطرح السينات 3 ناقص 0 تبقى 3 مربعها 9. اطرح الصادات 4 ناقص 0 4 مربعها كام؟ 16. يبقى نق بتساوي 5. يبقى نق بتساوي كام يا صاحبي؟ نق بتساوي 5. يبقى عشان اجيب معادله الدائره اقول س ناقص الاحداث السيني لكل تربيع صاد ناقص الاحداث الصادي لكل تربيع هتساوي مربع نق اللي هو كام؟ 25. يبقى س تربيع زائد صاد تربيع بتساوي كام؟ 25. السؤال الاول. تمام. او الايه؟ الاختيار الاول. السؤال اللي بعده يا صاحبي هرم ثلاثي منتظم الوجوه إذا كان مجموع أحرف. هرم ثلاثي عدد الأحرف كام؟ 6. طول الحرف بتساوي كام؟ مش أنت عندك عدد الأحرف 6؟ عدد الأحرف 6. مجموع الأحرف 36. يبقى طول الحرف كام؟ 36 على 6. 36 يبقى على 6 بتساوي 6. يبقى طول الحرف بكام؟ طول الحرف بتاعه بتساوي 6. فإن الارتفاع بتاع الهرم يقصد به الارتفاع الرئيسي. أنا عندي علاقة في الهرم الثلاثي المنتظم الوجوه، في علاقة بين طول الحرف والارتفاع الرئيسي. العلاقة اللي هي إيه يا صاحبي؟ ركز معايا كده. بقول لك إيه؟ 2 لام تربيع بتساوي 3 عين تربيع. يبقى 2 في اللام تربيع هو اللام بكام؟ 6. تربيعه كام؟ 36. هتساوي 3 عين تربيع. بص يا صاحبي هقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3. ال3 ضاعت مع ال3. يبقى عين تربيع بتساوي كام؟ عين تربيع بتساوي 24. انا عشان اجيب عين اللي هو الارتفاع الرئيسي خدت جذر تربيع للطرفين. الجذر التربيع لغى التربيع يبقى عين بتساوي 2 جذر 6. يبقى الارتفاع الرئيسي بتساوي 2 مش 3. 2 جذر 6. 2 جذر 6. السؤال اللي بعده يا صاحبي هنا بيقول لي ايه؟ اذا كانت الدائره التي معادلتها كذا تمس محور السينات فان ج بتساوي كام؟ اول حاجه انا همسك معامل س هقسمه على -2 ومعامل ص قسمته على -2. تمام كده. اصبح المركز بتساوي كام؟ المركز بتساوي دي 3 ودي -4. تمام كده. ده المركز. لو انا عايز اجيب نق هتساوي كام؟ نق بتساوي الجذر التربيع مربع السينات زائد مربع الصادات ناقص الحد المطلق. ناقص الحد المطلق. ثانيا
مش الدايره دي بتمس محور السينات؟ ايوه. يبقى نق بيساوي القيمه المطلقه للصادات، يبقى نق ده بيساوي القيمه المطلقه للصادات، يبقى نق بتساوي كام؟ 4. جميل. هنا هربع مربع ايه؟ اليمين، اربع يمين واربع شمال. اول ما اربع اليمين يبقى الغي الجذر التربيعي، يبقى 9 زائد 16 تبقى 25 ناقص ج. اربع الاربعه تديني كام؟ 16. تمام يا صاحبي؟ اودي دي الناحيه الثانيه واجيب دي الناحيه الثانيه، يبقى 25 ناقص 16 هتساوي ج. يبقى ج دي بتساوي كام يا صاحبي؟ ج بتساوي 9. ج بتساوي 9. ج بتساوي كام يا صاحبي؟ ج بتساوي 9. السؤال اللي بعده. طيب ميم الف باء ج د هرم رباعي قائم ارتفاعه 10. ماشي. هرم رباعي قائم. افهم يعني ايه هرم رباعي قائم؟ هرم رباعي قائم يعني القاعده بتاعته مش منتظمه. حلو. انا عشان القاعده بتاعته على شكل معين، طول قطريه 12 وكام؟ و16. تمام. القاعده واخده شكل معين. القاعده واخده شكل معين. فان حجمه، يبقى انا عشان اجيب الحجم، الحجم بتساوي كام؟ تلت مساحه القاعده، تلت مساحة القاعدة في الارتفاع الرئيسي، في الارتفاع الرئيسي. فأنا بقول أدي تلت مساحة القاعدة. مش القاعدة واخدة شكل معين؟ أيوه. عشان أجيب مساحة القاعدة يعني مساحة المعين بقول نص حاصل ضرب القطرين، نص حاصل ضرب القطرين في الارتفاع الرئيسي اللي هو كام يا صاحبي؟ 10. اطحن دول كلهم في بعض، شوف الناتج هيديني كام. مسكت الآلة الجميلة بتاعتي أهي، فأنا بقول لك إيه؟ يلا بقى تلت في نص، تلت اهو، تلت في نص في 12 في 16، 12 في 16 في كام؟ في 10. 12 في 16 في 10 ادتني كام؟ 320. 300 وكام؟ و20. ماشي صاحبي؟ فانا بقول لك هنا 320. 300 وكام؟ و20. يبقى الحجم بتاعها 320 اهو. الحجم بتاعها 300 وكام؟ و20. في اي مشكله؟ فيش اي مشكله صاحبي. 300 وكام؟ و20. 320. 300 وكام؟ و20. الحجم بتاعها بيساوي 320. ماشي. ادخل بقى على اللي بعديها. بيقول لي هنا ايه؟ الدائره التي معادلتها كذا يكون محيطها كام؟ عشان اجيب محيطها يبقى عايز نق. هنا معامل س على سالب 2، معامل ص على سالب 2، اصبح المركز كام؟ دي هتديني 1 ودي هتديني 2. فانا عشان اجيب نق هعمل ايه؟ النق يا صاحبي اربع السينات، اربع الصادات ناقص الحد المطلق، يبقى نق بتساوي كام؟ 3. انا عشان اجيب المحيط بيساوي 2 باي نق، 2 باي في نق اللي هو كام؟ 3. 2 في 3 تديني كام يا صاحبي؟ 2 في 3 تديني 6 باي. 2 في 3 بتساوي كام؟ 6 باي. السؤال اللي بعده يا صاحبي بيقول لي هنا ايه؟ هرم رباعي منتظم طول ضلع القاعده 8 والارتفاع الجانبي 5، فإن حجمه بيساوي كام؟ هرم منتظم، هرم رباعي أهو، هرم رباعي منتظم. هرم رباعي منتظم يعني القاعدة واخدة شكل مربع. هرم رباعي منتظم يعني القاعدة واخدة شكل مربع. تمام. طول ضلع القاعدة 8، طول ضلع القاعدة كام؟ 8. والارتفاع الجانبي 5 أهو، الارتفاع الجانبي أهو، الارتفاع الجانبي كام؟ 5. تمام كده. أدي الارتفاع الرئيسي أهو. دي نص القاعدة يبقى بتساوي 4. هطبق نظرية فيثاغورس يبقى الارتفاع الرئيسي 3. فأنا عشان أجيب الحجم بتاع الهرم، الحجم بتاع الهرم بتساوي كام؟ تلت في مساحة القاعدة، مش القاعدة واخدة شكل مربع، عشان أجيب مساحتها يبقى طول الضلع في نفسه في الارتفاع الرئيسي اللي هو كام؟ 3. بالآلة الحاسبة تديني كام يا صاحبي؟ 64. يبقى الإجابة بتاعتي 64. أدخل بقى هنا على إيه؟ على السؤال اللي جاي ده. مخروط دائري قائم طول نص قطر القاعدة 4. أنا عندي مخروط دائري قائم أهو، مخروط دائري قائم. تمام. مخروط دائري قائم ماله يا صاحبي؟ مخروط دائري قائم طول نص قطر القاعدة كام؟ 4. طول نص قطر القاعدة 4. تمام. وطول الرسم وطول راسمه كام؟ 6. أنا عشان أجيب المساحة الكلية، المساحة الكلية دي بتساوي كام؟ باي نق في نق زائد لام. باي في نق، نق اللي هي كام؟ 4 في نق زائد لام، نق زائد لام 4 زائد 6 تبقى كام؟ 10. يبقى على بعضهم كام يا صاحبي؟ ب 40 باي. 40 باي. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده. معادلة دائرة مركزها كذا وتمر بالنقطة كذا. خلي بالك أنا عندي دايرة، الدايرة أهي مركزها سالب 3 وسالب 4 وتمر بالنقطة سالب 3 وصفر. تمام. أنا عندي المركز بكام يا صاحبي؟ سالب 3 وسالب 4. أنا دلوقتي عايز أجيب مين؟ الذراع الأيمن اللي هو نق.
مش انت قلت لي الدايره مركزها كذا وتمر بالنقطه كذا؟ عشان اجيب نق يبقى اعمل ايه هنا صاحبي؟ عشان اجيب نق يبقى اجيبها عن طريق البعد. هجيب نق اقول الجذر التربيعي، اطرح السينات واربعها تديني صفر، اطرح الصادات واربعها تديني 16، يبقى نق بتساوي كام؟ 4. فانا عشان اجيب معادله الدايره يبقى اقول س ناقص السينات وصاد زائد س ناقص السينات، يبقى تديني كام؟ 3 لكل تربيع، زائد صاد ناقص الصادات اهي لكل تربيع هتساوي نق لكل تربيع بتساوي كام؟ 16. س زائد 3 وصاد زائد 4 هتساوي كام يا صاحبي؟ هتساوي 16. بكده نكونوا فرمنا الامتحان اللي اخذناه، والفراغيه في شوال ومكتفه بحبال. ما تنساش الديسكريبشن في درايف، المذكره PDF مجانا، في قناه واتساب كل الناس تنضم ليها، الفيديو متاح لطلبه العام وطلبه الازهر. شدوا حيلكم يا ابطال، وعايزين ان شاء الله الفيديو بتاع الاستاتيكا والفيديو بتاع الفراغيه، فيديوهين لمن لك الميكانيكا بتاعت الترم الاول بالتمام والكمال. شد حيلك يا بطل، عافى حلمك يستاهل. اشوفك على خير، سلام.